ويا مرحب عن جديد ويسعد أوقاتكم أحلى متابعين. اليوم هيك رح أفرجيكم على السريع شو اشتريت لعيد ميلاد البنات. أنا عندي توأم لين وليا، عيد ميلادهم رح يكون بعد كم يوم، وحبيت هيك أجهز وأفرجيكم كيف الوضع. طبعا رح أصور لكم بالتفاصيل كيف أنا اشتريت ومن وين اشتريت. طبعا جبت لون الزهري، في بنتي وحدة بدها موديل والتانية بدها موديل، فأنا مزجت الموديلين مع بعض وشو رح يطلع معي الله أعلم. هلأ أنا بصراحة كنت مخططة لعيد ميلادي كتير كبير، حابة أعمله بالجاردن يعني بالحديقة، وحابة كنت أجي أعمله جلسة تصوير، وكان عندي خطط وأحلام كتير. بس أول شيء الظروف ما ساعدتنا، لأنه الجو كان كتير برد ومطر. قبل بيوم كانت الحرارة 25 وتاني يوم كان مطر مو طبيعي، يعني كتير كان صعب. وبالبيت مو حلو التصوير، على الطبيعة بيطلع أحلى وأوضح وهيك. ما بعرف، كنت حابة أعملهم شي عن جد كتير حلو، بس للأسف يلا مو مشكلة. إن شاء الله هيك إذا نضل طيبين بعملهم السنة الجاي. هو بالأحوال الطبيعية لازم يكون الوقت هذا الجو حلو، بس ما بعرف يعني سبحان الله عم بتقلب الجو، كل يوم هيك، يوم حلو يوم برد. المهم وصيت لهم على البالونات مشيئن. طبعا أنا ما بنصح بالبالونات الأشكال، يعني جبت من كم شكل ما كانوا مناح أبدا، يعني خربانين طلعوا، فبالونات العادية كتير أفضل. هون كنت جايبت لهم كمان نظارات شمسية على أساس وحدة طلعوا 3، يعني 3 ب3 6 نظارات. أيوة المهم هون جبت لهم كمان هدول هابيرستي تويو، بس ناقصة، طلعت كمان الكلمات غلط، ناقص حرف أو هيك شيء ما بعرف خيته. كل شيء كان يعني الواحد عن جد، أنا برأيي إنه واحد ينزل، أنا دوم بنزل على السوق بجيب غرضي وبطلع، بس كلهم نصحوا قال لا كويس في عنده شغلات منيحة وخدي، قلت يلا. وما كان عن جد بدي أساوي هيك هذا الأوفر بالبيت، يعني كنت حابة مو قلت لكم برا، بس مرة وصاروا خطي ووعدتهم، وبس وعدت الطفل هون صعب. هلا هون جبت الكريمة لنعمل نحن كمان الكيك ياي شو رح نعمل، يعني أنا وخواتي إن شاء الله هيك رح يجوا وبدي نعمل الكيك سوا. طبعا ما رح أصور تفاصيل لأنه أكيد رح نعمل دوشة، فخليني أصوركم لقطات شو رح نعمل. جبت هذا كمان البودينج الزهري، بس ما عملته كمان لأنه ما لحق وصار كتير غراض. هذا شو هذا جوز الهند، عشان الكيك رح نعمله بالرافايلو، وواحد رح نعمله بالأوريو، وما بعرف كل شي مخططين بقى شو رح يطلع معنا ما بعرف. أنا مجرد عملوا لي لستة، قالوا لي جيبي هاد وجيبي هاد وجيبي هاد، هذا عشان تسمك الكريمة، يعني عساس ما بعرف. أنا مو من اختصاصي الكيكات بصراحة، بس حاولنا، بس عن جد يعني أبدعنا مثل ما بيقولوا. المهم هون جبت شوكولا عشان نعمل ما بعرف قصص واختراعات. هدول ما ساويتهم، قولوا لي كل شيء ما ساويتي. لا ما ساويتهم هدول. شو كمان عملت؟ جبت بوب كورن يعني عشان أساس الزينة والديكور يكمل يعني، وجبت دونات زيناهن كمان، وكله هذا عنا شغل كتير. فنحن هون هلأ بدنا نجمع الأغراض وناخدهم عند أمي عشان نبلش يعني الكيك والزينة وهالقصص، كيكة زينة الكيكة وهالقصص رح نعملون عند أمي لأنه هي جنبي قريبة علي. والباقي الأغراض مثل التبولة، لو التبولة عند أمي كمان كانت، يا ربي لك إيش أنا ساويت ما بعرف إيش ساويت. طبعا أختي رح تصل المساء من السفر، بعد سفر 9 ساعات، وهي رح تعمل لنا الكيكة والحلويات الطيبة. يعني تخيلوا بعد سفر 9 ساعات شو رح يطلع معه الإنسان بعد هالتعب كله، بس أبدعت يعني. المهم جبت هالكاسات الصغيرة، قلت عساس شو بدي أحط فيهم جيلي، بس ما سويت جيلي كمان
عن جد والله العظيم عم بحكي لكم الصراحة، تغير كل البروجرام. حطيت فيهم فواكه بظن ايه، واخدت هالكاسات على اساس رح احط فيهم تبولة، وجبت الجزر الميني ما بعرف شو رح اعمل فيه. قلت بس يعني هدول الاصابع الملح بدي احطهم، قلت بالشوكولا واحط عليهم شتغويزل وما بعرف يعني هيك. هلا انا جمعت الاغراض، بقى شو رح يطلع معي بالنهاية ما بعرف. خليكن معنا لنهاية الفيديو عشان تشوفوا ايش التفاصيل وشو رح نعمل. هون نقعت الرز ومجهزة اليبرق، بدي الف يالنجي وبدي اعمل كبة نية. عند امي عملنا الكبة النية. لي لك انت شو عملتي؟ ايه كبة النية رح نعمل. وهذا عشان الكيك نحطه على الكيك، ما بعرف زينة جبتها يعني مشان انه قال نزين الكيك فيها. المهم هون جبت طاولة من عند جارتي، قلت لها بدي اياها هي حطتها برا عندها على التراس، وحطيتها لانه المجال عندي كتير كتير ضيق بالصالون وما بيتحمل طاولة كبيرة. وعملت هاي الزينة هيك، حطيتها على الحيط، هي كانت منيحة ما بها شي. طبعا هون على الطاولة هدايا الأولاد لسه رح أحطهم في منهم بالعلب. وجهزنا هابي بيرثدي، طلع في حرف غلط بس قلنا يلا مو مشكلة بنمرقها. المهم وكان كتير كتير صعب البالونات، يعني الواحد جاب وجاب بيقول لا رح أنفخهم كلهم. المهم هون خلصنا، وبتشوفوا بالفيديو الأخير كيف كانت النتيجة بآخر الفيديو. وبعدين بلشت أصف اليالنجي، وعملت طريقته بفيديو لحاله، بتقدروا تشوفوا طريقة اليالنجي السوري. كتير شي طيب، ويعني عن جد طلع واو. وحصريا لازم يكون اليالنجي مثل بعض، وتكون قصيرة وتكون ناعمة، وبنفس الوقت تكون تعبوها كتير كتير منيح، لأنه فيه هو خضرة. وبس دابت الخضرة إذا ما كانت هيك كتير معبينة كتير رح تتجعلك وما رح تطلع طيبة. وأنا عطيت لكم الطريقة، بتقدروا تشوفوها على قناتي على اليوتيوب. ولا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. وتقريبا بياكل شي تقريبا طبخ 6 ساعات، وبتعيفوه ليلة كاملة بالمي تبعيته بعد ما ينطبخ عشان يطلع هيك طري. وبده كتير زيت زيتون طبعا لا تنسوا، لأنه اليالنجي كتير بحب زيت الزيتون عشان يطلع مثل المطاعم شي بشهي. هلأ هون بلشت أعمل سلطة المعكرونة نودلزلات. سلقت المعكرونة نص كيس تقريبا، لأنه مو كتير، بما أنه الواحد بده يعمله مثل نوع ما يكتر، لأنه ما كنا كتار بصراحة. حطيت منها ملونة وحطيت منها سادة. وبلشت أفرم الزيتون الأسود والأخضر، فرمتهم هيك شرايح صغيرة، والخيار نفس الشي فرمته. وبشرت الجزر بحط لها. طبعا بنزل لكم طريقة إذا بتحبوا كمان فيديو لحاله. فهلا بس أنا عم بفرجيكم هيك تفاصيل على السريع السريع. طبعا حطيت لها مايس، وهون فضيت كلياتهم بقلب الزبدية، الزيتون والجزر والمخلل والمايس. وبعدين حطيت لهم لبن ومايونيز وشوية مرقة المخلل وبس، ما يعني ما بده شي كتير. وعملت سلطة الشوندر، فرمت مخلل خيار وذرة مايس وشوندر، وحطيت لها لبن وتوم وطحينة. هي كمان لها طريقة خاصة رح أدلكم عليها. وهي وصلت أختي بخير وسلامة، وجايبت لنا شوكولا مع شوكولا سويسرية. يا سلام، خيال ودمار. هي كتير كتير شي واو، يعني ما بعرف شو بدي أحكي لكم. كانت من ألذ ألذ الشوكولا. غلينا فنجان قهوة وبلشنا بالعمل. هون جبت هذا الكيك من كوفلاند، كان كتير 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 كويس ومنيح لأنه سميك وبنفس الوقت كويس. وهون حطيتنا الكريمة فوق بعضها كلياتها، ما بعرف شلون أشرح لكم. يعني غير شكل، كل واحد عم يخطط، أنا أول وحدة وأنا تاني وحدة. المهم قررنا أنه نحط أول الشي الشلاك زانا ونفضيها ونحط عليها الباقي الأغراض. ما بعرف خيتو، أنا صعب شوي. هون أختي التانية قالت لا أنا بدي أساعدكم، إجت أمي قال لا أنا بدي أحط هاد، وكل واحد صار يحط على كيف كيفه. وهون بلشنا نغلط وطارت الدنيا وعبت كل شيء، وما بعرف لجأنا لشي تاني. المهم هون عشان رح نعمل يعني شي ما بعرف كتير طيب، حطينا الزانا والفريش كيزة
خلطناهم مع بعض وطلعت يعني واو. المهم كسرنا طحنا الأوريو، حطينا عليه معلقة زبدة ونقطتين حليب مو كتير، وحطينا بالكاسات لنضيف عليه الكريمة والشوكولا بعدها. يعني هي كانت مثلا أول تجربة، مو أول شي نجح، بس كتير عن جد طيب والله. صح تعذبنا وكان أفكار كتير. شوفوا الشوكولا السائلة حطيناها فوقه، حطينا أول شي أوريو بعدين كريمة وبعدين حطينا. هلا هون بلشنا جهزنا، بعد ما جهزنا الكريمة حطيناها بالبراد، طلعنا منها جزء، كسرنا الرافايلو وحطينا بقى بدنا نحشي الكيك. عملنا منه حليب ومنه شوكولا. طبعا هذا مو الشكل النهائي، هذا بس أول يوم هيك عملناه وحطيناه بالبراد لحتى تاني يوم نزينه منيح. هلا عملنا بالشوكولا، حشيناها كمان أوريو، فستق حلبي بالشوكولا، حشيناها نوتيلا، شو ما بدكم، كريمة. وتابعوا معنا الفيديو للأخير حتشوفوا شو طلع معنا وشو كملنا وشو عملنا. شغلات كتير 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 حلوة، طبعا مساعدة خواتي وأمي الله يخلي لي إياهم، وكمان ما قصر جوزي كتير ساعدني، يسلموا إيديه والله يخلي لي إياه. وخليكم معنا لآخر الفيديو وشوفوا كيف كانت التفاصيل.